تخيل إنك واقف في جنازة والمكان زحمة والكل لابس أسود والسكوت هو اللي مسيطر، لكن فجأة تلاقي كاميرا الموبايل في وشك وصاحبي بيسألك ببرود شعورك إيه؟ والترند النهاردة عن العزا ده. أكتر جملة بقت بتستفزني الأيام دي ده أصله ترند، كلمة بقت مستفزة ومستنزفة وكلمة حولت حياتنا وموتنا وحتى وجعنا لمجرد أرقام ومحتوى مستهلك. يمكن عشان أنا بدرس إعلام، والمنظر اللي بشوفه في الجنازات بتاعت المشاهير بجد بيبقى مستفز بالنسبة لي ومش مقبول. يعني المكان المفروض يكون فيه احترام لقدسية الموت بقى لوكيشن تصوير، والصحافة اتحولت لترند، مين عيط ومين لبس ايه، وشوفوا الفنانة جت تعزي في عزا مش عارفة مين، ولا دي اصلا لابسة مش عارفة ايه في عزا مين. ايه يا جماعة يا جماعة، ده مش اعلام بجد بجد. يعني الموضوع بقى مستفز. يعني ايه اروح اتسابق او اطلع تصريح علشان اروح اصور عزا مشهور؟ يعني ايه السبق الصحفي وايه المادة الصحفية او الاعلامية اللي انا هطلعها من عزا؟ يعني بجد بقى الموضوع مستفز لأبعد الحدود. يعني انا مش فاهمة، انا كمشاهد هستفيد ايه لما اعرف مين فنان راح عزا ابو الفنان التاني. يعني مش مستفيدة اي حاجة بجد. هو بجد بقى منظر غريب جدا. يعني منظر بالنسبة لي غريب جدا. يعني التدافع، وان انا عايزة اصور الفنان ده وهو بيعيط ولا عايزة اصوره وبقعد اسأل اسئلة شعورك ايه وانت جاي العزا ولا ايه 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 ده؟ مش ده الاعلام ولا الصحافة اللي احنا متعودين عليه. ده بقى استثمار في الوجع، وكل ده عشان الارقام. وطبعا الارقام دي بتتحول لفلوس، وبجد الموضوع بقى يعني هزلي. ويمكن ناخد الموضوع بقى، يعني ننتقل شوية من الموضوع بتاع الجنازات ده ونروح لفكرة تانية، وهي فكرة سبوبة النصايح على السوشيال ميديا. أي حد معاه موبايل ورينج لايت بقى لايف كوتش أو خبير تغذية أو مستشار علاقات، وبتبقى أغلب الناس دي أصلا ممكن يكونوا مش دارسين مثلا إعلام، أو مش دارسين حاجة ليها علاقة بالموضوع، وكله بقى صانع محتوى. وأنا مش بقول إن دي حاجة مش حلوة أو حاجة وحشة، ولكن بقى الموضوع في لغط كده. يعني بقينا بنثق يمكن في أرقام المتابعين أكتر ما بنثق في الشهادات الأكاديمية، والساحة مفتوحة لأي حد يقدم خدمة هو أصلا ممكن يكون ما يعرفش عنها غير القشور. والنتيجة في الآخر أو الضحية في الآخر تبقى احنا، عشان احنا اللي بيتباع لنا المنتج. بس المصيبة مش فيهم بس. يعني الموضوع مش كده بس، المصيبة ان احنا كمان بقينا من كتر ما احنا بنستهلك سوشيال ميديا، ومن كتر ما احنا بقينا يعني طول الوقت على السوشيال ميديا، بقى عندنا كسل معرفي في ان احنا ندور على المعلومة. خلاص بقينا متعودين على المعلومة السهلة، الفيديو اللي في 30 ثانية اللي هيشرح لي كل حاجة، وبنكسل نفتح أو ندور على المصدر الأساسي. والنقطة دي تحديدا مهمة جدا، لأن احنا بقينا يمكن احنا في عصر يا جماعة 2026، والمعلومات كلها والمصادر بقت متاحة على الإنترنت.
اي حاجه عايز تدور عليها هتلاقي المصدر بتاعها وهتلاقيها على الانترنت. احنا بقينا نكسل ندور على المعلومه الاصليه، وبقينا خلاص واثقين في الناس اللي بيطلعوا لنا دول ويقولوا لنا المعلومات، واحنا بناخدها وبنكسل ندور عليها، مع ان التدوير عليها مش هياخد دقيقه. يعني احنا في عصر السوشيال ميديا ومندورش وكل المعلومات متاحه. لو وصلتوا لهنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب قبل ما تكملوا الحلقه، وتشيروا الحلقه دي مع صحابكم. كل المعلومات متاحة ونكسل ندور على المعلومة. يعني المعلومة اللي أنا هدور عليها دي مش هتاخد مني دقيقة أفتح أدور أتأكد المعلومة اللي الشخص بيقولها لي دي صح ولا غلط. وبقينا يمكن حاجة كمان تانية، بما إن إحنا بنتكلم في السوشيال ميديا وكمان بقى في حاجات كده بقينا بنجري وراها، الحاجات اللي بتبقى يمكن سوري يعني متغلفة بغلاف ديني شوية. وممكن أي حد يطلع مثلا يقول معلومة غلط، بس بيبدأ مثلا كلامه بآية أو حديث وفي غير سياقهم طبعا، والناس بقى بتمشي وراه وهي مغمضة، ما هطلع لهم بقى حاجة، مع إن ممكن تكون الحاجة دي أصلا ده مش السياق بتاعها وأصلا ده مش تفسيرها. مع ان احنا ممكن زي ما قلت يعني تأكد من المعلومة، وان انا اروح اشوف المعلومة اللي هو بيقولها دي والتفسير اللي هو بيقوله ده صح ولا غلط، مش هياخد منها دقيقة، بجد مش هياخد دقيقة يعني. وحتى لو المعلومة اللي انا بسمعها او بستقبلها دي مش موجود على النت، يعني قعدت ادور وما حسيتش ان لا انا عايزة ادور. ايه يا جماعة احنا متخصصين، اعتقد بقى في ناس متخصصة في كل المجالات في الدنيا، اقدر ان انا اروح اسال حد متخصص في الحاجه اللي انا عايزه اسال فيها دي، واتاكد من المعلومه اللي طلعت لي في ريل 30 ثانيه او اقل كمان. يعني بجد يا جماعه بلاش نكسل، بالذات في المواضيع دي، سواء بالذات في مواضيع مثلا زي الصحه عامه والصحه النفسيه والحاجات دي. الحاجات دي مش هناخدها من ريل 30 ثانية يعني. دي ما في ناس كتير قوي بقت مش متخصصة موجودة على السوشيال ميديا، فإن أنا محتاج إن أنا أقعد لو معلومة مهمة بتتقدم لي، لأ محتاج إن أنا أرجع وأبص وأراجع المعلومة دي وما أسلمش كده لأي معلومة تتقال لي. يعني ما أقدرش أقول إن أنا ضد التكنولوجيا، لأن هي أنا عارفة إن هي سهلت حاجات كتير جدا، وبالذات علينا يعني بجد. دلوقتي أي حاجة بنعوزها بنلاقيها، الحاجات دي ولا ضد إن المعلومات تكون متاحة لكل الناس. بالعكس دي حاجة وفرت وقت كبير جدا، ووفرت مجهود كتير جدا. مثلا يعني أنا واحد مثلا بدرس إعلام ومثلا في المستقبل اشتغل فيه، وفرت عليا حاجات كتير جدا، مثلا زي ان انا اقعد ادور في الارشيفات ومش عارفه ايه، بقى دلوقتي بضغط زرار اقدر اطلع ارشيف الحاجه اللي انا عايزاها. فهو سهل، بس احنا ما ينفعش ان احنا نلغي عقلنا ونسلم لاي ترند طالع بجد. بس السؤال اللي انا عايزاكم تجاوبوا عليه بينكم وبين نفسكم كده، ايه اخر معلومة صدقتها وبنيت عليها قرار في حياتك؟ هل تعبت نفسك دقيقة تتأكد من صحتها، ولا خدتها كده عمياني عشان كانت ترند؟ عايزاكم تفتكروا دايما ان الفرق بين المعلومة المتاحة والمعلومة الصح كبير جدا، واعتقد انتوا اللي لازم تعرفوا الإجابة دي. أنا مش عايزة أطول عليكم الحلقة دي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشيروا الحلقة لأصحابكم. ويا ريت يا جماعة نتأكد من أي معلومات بناخدها من على السوشيال ميديا.
ده بودكاست صحبة، واشوفكم الحلقة الجاية.